السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية التنمية. لاحظت أكثر التفسيرات بتتكلم عن خطوبة وزواج. في الأول استغربت ليه بالتحديد خطوبة وزواج، وبعدين انتبهت إلى اللي بنسميه الفخ، هو الحالة الاجتماعية للرائي. الحالة الاجتماعية للرائي مش دائما يعتمد عليها في التفسير، أو أي تفاصيل مكتوبة عن الرائي مش لازم دائما أعتمد عليها في التفسير، ولكن هي فعلا مما يستعان به في كثير من الرؤى. تعبير الرؤية ببساطة أن هذا الإمام المجهول يرمز إلى والد الرائي، يرمز إلى الأب، إنما جعل الإمام ليؤتم به. بالمناسبة هي من الرؤى اللي يصح تعبيرها على أكثر من وجه، يعني زي ما حضراتكم قلتوا إنه قد يرمز إلى الأستاذ الجامعي، ولكن اللي يهمني في التعبير إنه يكون موافق ومطابق لحال الرائي وقت ما شاف الرؤيا. طبعا أنا لا أعرف عن الرائي ولا أعرف والده ولا أعرف عنه تفاصيل، ولكن بالعقل والمنطق وقليل من الفراسة. إذا صليت في الواقع خلف إمام وأخطأ في قراءة الفاتحة أكثر من مرة، وأصحح له فيخطئ وأرده فيخطئ، من الطبيعي أن يكون في رد فعل للمصلي، وإلا فالصلاة تكون باطلة. ولكن الرائي في الرؤيا لم يصدر منه أي رد فعل، وإنما يصحح وهو ثابت وهو صابر. إذا معناه أن هذا الإمام يرمز إلى شخص طاعته لازمة، طاعته واجبة، والصبر عليه واجب. الخطأ في قراءة الفاتحة معناه خطأ في أمور بسيطة وأمور ابتدائية في الدين، والرائي يصوب له ويصحح له بصبر، بحب، ببر. والله تعالى أعلى وأعلم.